السلام عليكم الاخوات ومرحبا بكم في قناتي عالم صابرين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون صحه ديالكم لاباس. فيديو جديد على قناتي ان شاء الله غنشارك معكم كيكه طبقات بارده بالبرتقال. الكيكه ديال هاد الوقيته هادي وغادي نحضروها فقط في المقله الثقيله، كتجي رائعه بحجم عائلي ولذيذه بزاف. فكنتمنى اخواتي وصفه اليوم تنال اعجابكم، وكيف ما العاده فرجه ممتعه. وغنبداو على بركه الله. اول حاجه بتحضير الطبقه ديال الكيك اللي غتكون جد اقتصاديه، وغنحضروها غير بحبه ديال البيض. غادي نضيفوا مع البيض نص كاس ديال السكر سنيده، ملعقه صغيره ديال الفاني بودره، ممكن تعوضوها بساشي ديال الفانيلا. وراه في داك الاناء في الاول درت قبيصه ديال الملح ضروري باش كنعادلوا المذاق. من بعد كنطربوا مزيان هاد المكونات بالطراب اليدوي، غير كنتاكدوا ان داك السكر داب لينا صافي. من بعد غادي نضيفوا باقي المكونات. بالنسبه للمكونات الاخرى عندي هنا ثلث كاس ديال الزيت المائده، يعني اقل من نصف الكاس. وغادي نضيف كذلك نصف كاس من الحليب اللي كيكون بدرجه حراره المطبخ. والعبارات كاملين كنعبروهم بالكاس ديال العنبه. صافي غادي نخلط مزيان هاد المكونات، وغادي نبدا كنضيف في النواشف. بالنسبه للدقيق كنضيفوه بالتدريج، تقريبا كتحتاج هاد الكيكه كاس حتى الكاس ونص ديال الدقيق، مع كيس واحد من خميره الحلويات من فئه ديال 8 غرام. صافي وغادي نخلط الكل مع بعضياتهم حتى كنتحصل على قوام ديال الكيك العادي، ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش عاوتاني خفيف. هانتوما هنا راه بدا كنضيف الدقيق شويه بشويه، وانا كنضيف شويه بشويه حتى كنتحصل على الخليط العادي جدا. وهنايا اكيد غنوريكم القوام ديال الكيك باش تشوفوا معايا القوام ديالو. مين كتهزيه بحال هكا كيمشي معك خط واحد كتعرفيه هو هذاك. هنا خديت المقلاه. بالنسبه للمقلاه اللي استعملتها القياس ديالها 36 سنتيم، اي مقلاه كبيره بحجم كبير. دهنتها بالزيت عفوا ورشيتها بالدقيق، وغادي نكب داك الخليط ديالي. راه واخا غيبان لكم الخليط قليل بزاف وماشي هو هذاك، لكن الكيكه من بعد ما كتدخل الفران راه كتنتفخ فيها خماره وحده، فاكيد غيتزاد الحجم ديالها. غير كتحاولوا تقادوا مزيان وغير بشويه معاها وانتم كتقادوا فيها. هنا علاش انا استعملت مقلاه كبيره، لانه مازال غنديروا الطبقات الاخرين، وهاد المقلاه هذه بالذات اللي كتكون ثقيله ما كتكونش فيها العلو بزاف، فبالتالي باش يبقى لينا فين نديروا الطبقات اللي بقاو لينا. شوفوا معايا الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران كتاخذ واحد اللوين محمر، وراه كيتزاد الحجم ديالها، يعني ما كتبقاش هكاك رقيقه، كتجي واحد الطبقه اللي متوسطه. غادي نخليوها على جنب. انا بالنسبه للكيك دائما ما كنسقيهش بالحليب او حتى شي حاجه، لانه كيكون الكيك خفيف بزاف. هنا غادي نخليوه وغادي نمشيو نحضروا الطبقه ديال الكريمه. غادي نحتاجوا فيها نصف لتر ديال الحليب، غادي نحتاجوا 3 المعالق كبار ديال سكر سنيده، 2 معالق ديال لا كريم باتيسير، وغادي نزيد علبه ديال فلون ديال الشينوا. اللي ما بغاش دير الفلون ديال الشينوا داك ديال درهم ديال الفاني، فغدير 3 المعالق كبار عامرين ديال لا كريم باتيسير. انا درت 2 معالق كريم باتيسير وواحد الفلون هكا. كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للملاعق يكونوا ممتلئين جيدا ديال لا كريم باتيسير. صافي وغادي نخلط المكونات كاملين على البارد كيف ما ديما، حتى كنتاكد ان ما بقاش ليا داكشي في القاع ديال الكاسرونه، وكلشي تخلط معايا. عاد كنديرو فوق النار مع التحريك المستمر حتى وكان كيعقد معايا الخليط. من بعد ما كيعقد الخليط كيولي بهذا القوام هذا كيف ما كيبان لكم، حتى كيبدا كيغلي كنطفيو عليه النار. وغادي ناخذوا الكيكه ديالي وغادي نكبو مباشره، لانه هاد الطبقه هذه دغيا كتماسك، فكنكبوها مباشره على الكيكه. وكنحاولوا هكا نكبوا هذا الشيء كامل. داكشي علاش انا درت غير بيضه وحده في الكيكه، باش هكا الطبقات الاخرين يلقاو فين يجيو، لانه هاد المقله هذه كتكون ما فيهاش العلو بزاف. صافي هنا درت الطبقه الثانيه ديال الكريمه كيف ما كيبان لكم. كنحاول انني نقادها وهي ما حدا سخونه باش كتجيني هكا الطبقه ديالها مستويه، وكنحاول نقادها مزيان. كنحرك هكا المقلاه باش كتجيني بالتساوي، ما كتجينيش جهه عاليه وجهه هابطه. صافي وغنخليوها على جنب حتى كتشد راسها. بالنسبه لهاد الطبقه هذه فراه دغيا كتماسك، يعني غير فوق سطح العمل راه كتشد راسها. غادي نمشيو نحضروا الطبقه الاخيره اللي هي الطبقه ديال البرتقال. احتاجيت هنا 2 كيسان ديال عصير البرتقال.
عباره حتى هما بالكاس ديال العنبه. ضروري هذا العصير كنصفيوه مزيان مزيان باش كنحيدو كاع دوك الخيوطه ودوك الطروفه ديال البرتقال، خاص ضروري تصفى باش كتجينا ديك الطبقه الفوقانيه مقاده. كنصفيوه هكا مزيان كيف ما كيبان لكم. ومن بعد غادي نضيفوا باقي المكونات. غادي نزيد هنايا لا كريم باتيسير، درت 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال لا كريم باتيسير، لانه هاد الكيكه هادي كنت محتاجاها دغيا تبرد، فباش انها تشد راسها كثرت لا كريم باتيسير. لكن نتوما من الاحسن ديروا غير 2 معالق ما يكونوش عامرين مزيان ديال لا كريم باتيسير باش هكا تجيكم الطبقه مقاده. درت كذلك 2 معالق ديال سكر سنيده، والسكر راه كيبقى على حسب الحلاوه ديال البرتقال اللي عندكم، واش حلو بزاف او لا. صافي وكنخلط المكونات كيف ما بان لكم، وغادي نديرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيعقد معنا الخليط. نعاود ناكد ان انا غير حيت كنت مزروبه على الكريمه او مزروبه على الكيكه انها توجد، داكشي علاش الكريمه ديال البرتقال كثرت فيها لا كريم باتيسير، درت 2 معالق عامرين مزيان. لكن نتوما ديروا غير 2 معالق عاديين ديال لا كريم باتيسير وخليوها في الثلاجه كتبرد مزيان مزيان، راه كتشد راسها. صافي هنا من بعد ما عقد الخليط شوفوا معايا راه كيكون عاقد لانه كثرت لا كريم باتيسير، ولكن ماشي مشكل، راه حتى هي كتجي هكا زوينه من الفوق، غير هي بحال اللي ملي كتكونوا كتقادوا فيها خصكم ضروري بالمساعده ديال السباتيلا باش هكا كتقادوها. صافي وغادي نحاول انني نساوي ديك الطبقه حتى هي، شوفوا معايا حيت كتكون ثقيله شويه، فضروري بالمساعده ديال السباتيلا، ماشي كيما ملي كنديروا غير 2 معالق غير ممتلئين ديال لا كريم باتيسير كتجي ديك الطبقه كتكب، يعني كتمشي بوحدها. صافي هنا غادي نقادها مزيان وغادي نخليها هكا كتبرد. من الاحسن دخلوها الثلاجه، انا دخلتها غير واحد نص ساعه الثلاجه صافي وقدمتها، ولكن نتوما من الاحسن خليوها واحد 2 سوايع 3 هكا كتبرد على خاطرها. كل ما بردات كل ما كتجي هاد الكيكه منعشه وبنينه بزاف. صافي هنا راني قديتها غادي ندخلها للثلاجه. هنا اخواتي من بعد ما دازت نص ساعه كيف ما كيبان لكم راني خرجت الكيكه، وطبيعه الحال هنايا غادي نقطعها في الاول، عاد غادي نزينها، والتزيين كيبقى اختياري. كذلك التقطيعه ممكن تقطعوهم اصغر من هذا الحجم هذا اللي درته هنا، ممكن تقطعوهم اكبر، ممكن تقطعوهم مثلثات مربعات، كيبقى لكم الاختيار. انا كنفضلها كنقطعهم هكا مربعات وكنقدمهم في هذه المقلات هذه الكيكه هذه بالذات كتقدم في هذه المقلات هذه فكتجي زوينه بزاف. صافي هنا غادي نقطعها كيف ما شفتوا مرصويات، انا قطعتهم هكا شويه كبار، وغادي نزين هكا غير بشويه ديال داك الشكلاط كوكيز الابيض، غادي نزين به هكا كل قطعه من دوك القطع اللي قطعناهم، كندير هكا واحد شويه غير هكا باش كنهرس داك اللون. الا عندكم وريقات ديال النعناع ديروهم حتى هما كيعطيو واحد المنظر زوين، انا ما كانش متوفر عندي. ديروا هكا وريق ديال النعناع في كل مرصو. وهنا ضفت مرصو قطعت هكا البرتقال ودرتو هكا مرصويات كيف ما بان لكم بهذا الشكل هذا. صافي وهنايا اكيد غادي نقطعها معكم او نحيدها معكم باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. راه كتحيد من المقلاة بكل سهوله، وكتجي دوك الطبقات كيف ما بان لكم عن قرب، كيجيو دوك الطبقات هكا رقاقين وفي نفس الوقت كتجي رائعه. انا عجبتني اكثر من انني كنديرها في داك المول اللي كيتحل، وكذلك كنديرها في دوك المولات الاخرين ديال الزجاج. هاد الكيكه هذه بالذات اللي كدار في هاد المقله الثقيله كتجي خطيره 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 بزاف، كيجيو دوك الطبقات رقاقين كتجي زوينه منعشه. انا ان شاء الله فيها غنولي ندير الكيكه ديال الطبقات لانه عجبتني النتيجه، واخا كانت اول تجربه لكن جات رائعه بزاف وحتى وليداتي عجبتهم. وهنايا كنقطع معكم باش نوريكم الكيكه من الداخل. ديك الطبقه ديال الكيك راه كتجي البنات خفيفه بزاف واخا ما سقيناهاش، لانه انا سبق لي وقلت لكم الكيكه كيف ما كانت اللي كدار في المقله الثقيله او المقله الوجديه كتجي خفيفه، ما كتحتاجي لا انك تسقيها ولا انك ديري لها حتى شي حاجه، كتجي خفيفه واخا تاكليها غير هكاك كتجي فعلا رائعه. ولكن منين درتها في هذه المقله ودرتها هكا طبقات جات ولا اروع. فكنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه ديالي، دعموني بلي لايك، ومرحبا والف مرحبا بجميع التعاليق ديالكم. ونتلاقاو اخواتي في فيديو اخر باذن الله تعالى، ومع السلامه.